ألجيريا وكونغو غادي نلعبو، من راك تشجع؟ كونغو 100% كونغو، ما كان لا الجيريا لا والو. واخويا الجزائري، تحب تلعب ضد الكونغو ولا تحب تلعب ضد السنغال؟ خاوة مي فيمبونا فيمبو 1 2 3 فيفا لو فيمبو. طيحوا ضدنا نشوطوكم برسا، والله نشوطوكم 1-0 وبارك علينا. سوا تختاروا ساديو ماني ولا تختاروا ساسيل ميمبا. كتبوا لي في لي كومونتير واش تحب تلعبوا ضدنا ولا تحب تلعب ضد السنغال ويتم الفينال. بابا المغرب كونغو ديمقراطية على بالي. يلعبوا مع والو نسيبورتي الوالو. والله العظيم. يلا المغرب كونغو. طيب زوم. إلى من ستكون الزلزوري عليها ياسر الزوري براسية ممكن نايف أكد، ولكن متابعة تسديدة. شكون هذاك اللي تيرها؟ نعم صامت في هذه اللحظات. هذاك اللي تيرها ما شكون؟ هذه الإعادة مرة أخرى. الكرة الثانية. هو اللي تيرها. شوف أوناحي. نفذ الكرة الثانية أوناحي. تلمس المدافع إلى الكورنر. إذا ركنية تلعب بسرعة في القمة المرة. باز كعبي زياد ولكن هذا مازال لاعب بونت كي والو. يقدروا يديروا لك كيسميو شكون وفلوس 4 ولا 5. شوف شتي 4 ولا 5 وسطها. وشوفي 1 2 3 4. والله الا فلوس 4 والله الا فلوس 4 ومركا لهم الجول. اللي تيرا له الكره يمكن أوناحي هو اللي تيرا الكره. الله يستر. لاسم ننتظر بشغف كبير، ننتظر بشغف كبير. شو كيدير فيها نجم باريس سان جيرمان ونجم الكره المغربيه وصاحب البالون دور على مستوى الافريقي اشرف حكيمي. صح. المباراة الأولى المباراة الثانية كان فيها الكثير من الحسرة. يعرفون أن دور حكيمي مهم جدا على المستوى الدفاعي، ولكن على مستوى الحلول لو جاء أشرف حكيمي. أعتقد يا وليدي الركراكي هذه الفترة الذهبية لمنح بعض الدقائق لأشرف حكيمي ليكون جاهز تماما للدوري القادم. ستلعب هذه الضربة الحرة عن طريق إبراهيم دياز والزلزولي يتناقشان كيف سنلعبها وكيف سندبرها. نلعب على القائمة الأول، نلعب على القائمة الثانية، شكلها على القائمة الأول. يعطي إشارة إبراهيم دياز بأنه سيلعبها على القائمة الأول. لا هنا الكرة قصيرة. أوناحي يرفعها. لا ماشي أورجو ويلي. بنفس الطريقة كان متسللا في اللقطة الماضية. الله على القصية في لكن يا فرحة ما تمت، الفرحة لم تكتمل. أيوب الكعبي في اللقطة نعم ذكرتنا بقصية تعمر والخيالية في انتظار الهدف. شرعية من عدمه بالنسبة لأيوب عيسى لكن ينتظر القرار لأن هناك قرار في غرفة الفار. هم يفسرون ويشكرين هذا الجول هذا ما خصكش تقلعوه ليه. يقول نعم هدف صحيح، ولكن في النهاية هنا قاضي المباراة عيسى كان واحد الجوال ديالهم كان من هيه بحالو ولكن إذا كانت غير كيقولوا له هذا يدو خارجه شويه. لازلنا في انتظار. عيسى أخذ وقت طبيعي جدا
لقطة صعبة. الكعبي في النهاية. جول جول إيه! هذا من ذكريات البطولات يا الكعبي. هذا من ذكريات ديما مغرب وريحة ماشي مغربية، ريحة دويتش، ريحة ألمانية. أنا مغربي وانتي ألمانية، أنا نشجع المغرب وانتي لا. ويلي وخلودان الكل دار غيرها. شوف وفي الكثير من الجمال. وما أجمل من قصيدتك يا أيوب. ويلي شوف أشهد الروعة يا الكعبي. أشهد الزين يا الكعبي. لمسة من أجمل ما يكون يا أيوب يا الكعبي. روعة روعة روعة. باص ما كان فيه باص. صارت النتيجة